خليني أقولك إن الستاير مش بس قماشة بتتعلق على الشباك، دي لمسة ديكور بتكمل شكل البيت. بس للأسف ناس كتير بتغلط غلطات بتخرب شكل الشقة كلها. في الفيديو ده هقولك على 10 أخطاء لازم تبعدي عنها وانتي بتختاري أو بتفصلي ستاير بيتك عشان تبقى دايما ذوق وشيك. أول حاجة اختيار قماش غير مناسب للغرفة، يعني مثلا قماش تقيل في المطبخ أو خفيف جدا في غرف النوم. لازم تختاري قماش حسب استخدام الغرفة وخصوصية الأوضة. تاني حاجة تجاهل حجم الشباك أو البلكونة، ناس كتير بتفصل ستارة صغيرة على شباك كبير أو العكس، لازم المقاس يكون مظبوط جدا. تالت حاجة ألوان الستارة ما تبقاش ماشية مع ألوان الأساس، لازم تختاري لون بيتماشى مع ألوان الحوائط والسجاد، ما ينفعش أبدا لون يكون مختلف عن المجموعة دي. رابع حاجة تركيب الستارة على ارتفاع منخفض، الستارة كل ما كانت عالية يعني قريبة من السقف كل ما الغرفة هتحسيها أطول وأوسع. خامس وأهم نقطة اختيار قماش صعب التنظيف، في بيوت كتير فيها أطفال اللهم بارك أو مطبخ مفتوح، لازم تختاري حاجة عملية تتغسل بسهولة. سادس حاجة تجاهل البطانة، البطانة بتحمي الستارة وبتخليها شكلها أفضل خصوصا مع الشمس. سابع حاجة الإفراط في التفاصيل، زخارف كتير، تطريز كتير، طبقات كتير، البساطة دايما أشيك، خلي التصميم مريح للعين. تامن حاجة نسيان العزل الحراري أو الضوء، الستارة مش بس ديكور، كمان ممكن تتحكم في درجة حرارة الغرفة والإضاءة. تاسع حاجة التركيز على الشكل فقط وتجاهل العملية، دي حاجة مهمة جدا، يعني مثلا تختاري ستارة جرار وهي مش عملية في الاستخدام اليومي. عاشر حاجة ودي نقطة مهمة جدا هي إهمال التركيب الاحترافي، في ناس كتير بتشتري ستارة شيك جدا بس يركبها صنايعي مش محترفة بيطلع شكلها وحش. بس لو حابة انك تروحي الناس فعلا احترافيين سواء في التصنيع او في التركيب اكتبيلي في الكومنتس وانا هقولك. وبس كده، لو اتجنبتي ال10 اخطاء دول ستاير بيتك هتبقى قطعة ديكور تفتح النفس، مش حاجة ندمانة عليها. اكتبيلي في الكومنتس اكتر حاجة بتضايقك لما بتختاري ستارة، وما تنسيش تشتركي في القناة لو عجبك الفيديو، واستنوني الفيديوهات اكتر عن الديكور والمفروشات. باي باي.